مساء الخير واهلا وسهلا. هنتكلم عن مشاريع البحر الاحمر ليه زادت الاهميه ليها الفتره دي. هدي تلخيص كده لكل الفيديوهات الساحليه اللي انا عملتها مش السكنيه. ابتديت معاكم الخطوات من اول الفقاعه العقاريه، استهداف مصر ل 30 مليون سايح، طرق وتاثير الطرق على البنيه التحتيه او البنيه التحتيه للبلد، يعني ليه الدوله اهتمت بيها قوي كده كطرق، والانكرز اللي الدوله عملتها من مدينه العالمين العاصمه الاداريه لمدينه الجلاله وغيره في 2017. هلخص لك الموضوع ده كله في دقيقة ونص، عشان دي الخطوة اللي انت بتبني عليها اي خطوة شراء في اي من المشاريع الساحلية، سواء البحر المتوسط او البحر الاحمر. احنا هنتكلم عن البحر الاحمر. البحر المتوسط قلنا فيه ما يكفي وعملنا مقارناتنا كلها، فخلينا ابتدي معاك من قد ايه البلد دلوقتي او الدولة دلوقتي خلاص بقت مركزة كل التركيز على زيادة الاستثمارات وجلب الاستثمار الاجنبي، وكل دول العالم بتعمل كده. احنا عايشين على 8 9 10% من مساحة مصر الكلية اللي هي مليون كيلومتر مربع. ليه الانكرز وليه المشاريع الساحلية دي كلها؟ سريعا، البنية التحتية لأي دولة أو لأي منطقة عايز تعلي استثمارها أو عايز تدي الضوء الأخضر عليها، لازم تبتدي بالاكسسبيليتي، سهولة الوصول للمدينة. اتكلمنا في فيديوهات كاملة عن الموضوع ده، فأنا براجع معاكم تاني الموضوع ده. تاني حاجة، مصطلحات الانكرز اللي الدولة عملتها من العلمين الجديدة 2017 العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة في البحر الأحمر. فهو عمل بحر أحمر وبحر متوسط وشرق القاهرة وغرب القاهرة، بيعمل فيها حاجة كده اتكلمت فيها في الفيديوهات اللي قبل كده. ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنت لازم تكسباند، أنت لازم تتوسع شوية. أي دولة في العالم بتعمل كده. إحنا زمان كان في مناطق معينة زي مدينة نصر، مصر الجديدة، المعادي، الزمالك، الدقي، خلاص دي الأحياء المتكدسة سكانيا والزحمة وغيره. فابتدينا نعمل التجمع الخامس، فابتدينا نعمل نيو زايد في اكتوبر، ابتدينا نعمل الساحل الجديد، ابتدينا نجلب الاستثمارات زي مدن الاماراتيه والديل بتاع قطر. ده الكلام ده كله في البحر المتوسط الساحل الشمالي، والديل بتاع قطر قريبا اللي هو بعد سيدي حنيش. والبحر الاحمر الحدث الكبير دلوقتي وهو مراسي رد محمد العبار. لما اجي للحته او الديستنيشن اللي انا مقسمها في البحر الاحمر لموضوع مراسي ده، هقول لك الفول ديتيلز وهقول لك قد ايه هي مهمه جدا جدا في الوقت الحالي. فاحنا تركيزنا دلوقتي هيكون على البحر الاحمر، فبراجع معاك حتى لو انت عارف الطرق وعارف التقسيمات بتاعت من اول العين السخنه لحد لما نروح لحته بقى سوما باي والحته دي. هراجع معاك سريعا حتى للي ما يعرفش يراجع معايا. سكان التجمع، اكتوبر، مدينه نصر، مصر الجديده، المعادي، الكلام اللطيف ده، انت بتيجي من هو طريق واحد، طريق العين السخنه اللي هي كارتة السخنه اللي هو من الطريق دائري المعادي، او في طريق تاني من طريق السويس العام بتدخل على طول على برضو طريق السخنه. خلاص مشيت في طريق السخنه للاخر، بقى عندك مفرقين، مفرق الجلاله اكسسبيليتي لما الدوله كسرت في الجبل على طريق 100 متر فوق منسوب سطح البحر او يمكن اكتر، وعملت عظمه في مواصفات الطريق ده عالميا عشان تؤدي الى مدينه الجلاله مختصره كده، ومن بعد الجلاله بقى الجونه، غردقه وغيره. ولو كملنا على طول هيبقى اخر الطريق مينا السخنه، فشمالك ستيلا دي ماري اشهر حاجه هناك، ويمينك طريق الزعفرانه، كل القرى او المشاريع بتاعه العين السخنه. خلصت العين السخنه، دخلت بعد كده في مدينه الجلاله. خلصت مدينه الجلاله راس غارب، خلصت راس غارب الجونه هنتكلم عليها، واول اسم هنتكلم عليه الجونه. خلصت الجونه، مدينه الغردقه بقى نفسها. بعد الغردقه سهله حشيش ثم مكادي هايتس، تاني نقطه هنتكلم عليها في زون 1. هي دي التقسيمه اللي بقول لك عليها، دي اول تقسيمه في البحر الاحمر. انا هقف هنا مش هقول اي اسم مشروع تاني، عشان انا بعمل دايما مقارنات معاكم وبعمل الحاجات اللطيفه دي. فالثلاث اسامي اللي هقولهم في زون 2 هم مش هيتقارنوا باللي فات ده كله. يبقى احنا وقفنا عند مكادي هايتس، ادي زون 1 بالكامل، هنتكلم على اسمين فيهم، هو الجونه ومكادي هايتس. وزون 2 هي اللي فارق معاه يحط فلوسه وبيحب البحر الاحمر في استثمار او سكن، بناء على ايه؟ تحط الفلوس مع مين؟ يهمك الكابيتال ابريشيشن
زياده اصل راس المال بتاعك، فبنحسب له حاجه اسمها الار او اي، ريتيرن اون اكويتي، غير الار او اي خالص. ازاي فلوسك بيحصل لها برايس ابريشيشن، تستثمر في انهي تايب مع انهي اسم في زون 2. دي البومينج، او دي اكتر حاجه ارض خصبه دلوقتي تقدر حضرتك تدخل فيها، او تفكر كويس قوي تختار ما بين مين ومين. هساعدك في كل ده، وهتلاقي نفسك في الاخر عرفت تختار طبقا للنيدز واحتياجاتك، وبنختلف احتياجاتنا من شخص للتاني. عشان كده لما الناس بتقول لي مين احسن اكس ولا واي، انت بناء على ايه؟ ما هو كله طالما كريديبل، ليه سابقه، اسم قوي، ملاءه ماليه، افتر سيلز قوي جدا، يبقى كله حلو. ولكن بيختلف مشروع عن التاني طبقا للنيدز بتاعتك، احتياجاتك انت مستثمر بحت، فخلاص في اسم هاخده في زون 2. في زون 2 ده اقوى حاجه. طيب عشان ما اطولش عليك في الحته دي، زون 2 هي مين بقى؟ الاسامي فيها سوما باي طبعا، ادي اول حاجه. راس سوما شركه ترافكو اللي هي عامله مشروع المازا باي في الساحل الشمالي في سيدي حنيش. طبعا هنقول فول ديتيلز على كل اسم بقوله. ومراسي ريد العبار، لما اجي لها هديك الفول ديتيلز اللي لو عايز تروح للديفلوبر تكون جاهز بمعلوماتك كلها. فجو اهيد، يلا هتروح على طول، هتعرف الماستر بلان عامله ازاي، هتعرف ايه اهميه المشروع ده عامله ازاي، هتعرف كل حاجه. حابب ارشح لك حد؟ ما عنديش اي مشكله، عندي الكونكشنز جوه اللي نرشح بيها ونساعد بيها بعض. طيب سميح ساويرس الجونه، خلاص احنا عندنا مشاريع العين السخنه بالكامل، هندي الضوء الاخضر شويه للجونه. الجونه انكر يا جماعه، الجونه مش مشروع، وما باخدهاش برضو كسيتي، يعني مش مدينه بقى. طبعا هي مدينه قائمه بمدارسها، بخدماتها، بجامعاتها، بالايفنت بتاع الجونه السينمائي اللي بيتعمل، بقوه الاسم بتاع سميح ساويرس، بكريديبيليتي الشركه بتاعت اوراسكوم. دايما الاسامي الكبيره المعروفه هتلاقيني ما بحبش اديها الضوء الاخضر قوي، لان مش محتاج. يعني بطموح سميح ساويرس، بالعظمه اللي عملها، بالاكسبيرينس الناجحه اللي عملها، هو خلاص البرودكت بتاعه، هو البراند بتاعه، هو مش محتاج نقول عليه حاجات كتير. لو انت حابب منطقه البحر الاحمر وبتفكر في الجونه، خلي بالك، تعال نفكر انا وانت مع بعض، لان هي برضو مميزات كتير جدا وعيوب للي بيفكر في الاستثمار، لان هي مش ارض خصبه دلوقتي للانفستمنت. ليه؟ ايه اول هي المدينه؟ ايه هي الاول؟ مدينه الجونه دي عباره عن ايه؟ هي 11000 فدان، بتملكها المين اونر او المين كونتراكتور شركه اوراسكوم، لان في سب كونتراكتور وهم السويدي حسن علام، حاجه اسمها شولان 1 و 2، في فيز جوه برايفت كده، الوحيده اللي عندها برايفت بيتش اسمها مانجروفي، من احلى الفيزز جوه. وعندك شركه انرشيا، يعني نص نص، بس المشروع حلو اللي هو جي كريبس. وعندك فيزز بقى ورا في المشروع خالص بتتباع زي توبان والحاجات اللي هنتكلم عليها. 11000 فدان اتباع منهم من سنه 1990 70%. فلو انت متابع الفيديوهات عندي، هي مش ارض خصبه خالص للانفستور ان هو يدخل يشتري 1 بيدروم دلوقتي اولموست 18.5 19 مليون على 5 سنين ب 15% مقدم واقساط على 5 سنين. رقم كبير جدا. عشان لو انت بتفكر في الفليبنج، انسى، ما تفكرش ان انت تخش تشتري بالرقم ده بالبيمنت دي وفي دماغك ان انت تعمل اعاده البيع ريسيل اللي هو الفليبنج. بتأجر حسبة ROI. لو انت بتفكر معايا او انا بفكر معاك في ان انت انفستر، رنتال انفستمنت، استثمار ايجاري، قبل منك اشترى كتير على مدار السنين اللي فاتت، فهو هيبقى الROI بتاعه اعلى. انت دافع كتير قوي على ال1 بيدروم دي، انا باخد مثال يعني ال1 بيدروم، فما برشحش للاثنين دول. امال مين اللي يشتري ال1 بيدروم دي بالبيمنت بلان دي، او ايه البديل الاحلى ليها؟ هو حد اند يوزر حابب الجونه جدا، مش معاه الرقم الكاش عشان يروح يدفع ال1 بيدروم ب 12 و13 مليون، فاروح اخدها انستولمنتس على 5 سنين من الشركه، واستلام الشركه 3 سنين.